السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أغرب من الخيال كور. يا اخواتي في الله، حلقة اليوم هتكون عن لاعب تونسي علي معلول. علي معلول ظهير ايسر السوبر. علي معلول الاسم اللي ارتبط بالاهلي وبكل بطولاته الافريقية خلال اخر 8 سنوات. ظهير ايسر بس ارقامه واهدافه مش اقل من مهاجم. الحلقة دي هنتكلم عن كامل تونس الى مصر. الصفاقسي اسطورة اهلاوية. البداية في تونس. علي معلول اتولد يوم 1 يناير سنة 1990 صفاقسي في تونس. سنه الآن 35 سنة، طوله متر 75. بدأ مسيرته الكروية في نادي الصفاقسي التونسي، وده كان سنة 2009. في النادي ده لعب أكثر من 7 سنوات. عدد المباريات 206. عدد الأهداف التي سجلها مع الصفاقسي 40 هدف. بطولات علي معلول مع النادي الرياضي الصفاقسي التونسي. الدوري التونسي مرة واحدة 2012 2013. كأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة 2013. تكون مجموع البطولات علي معلول مع الصفاقسي لقبين. والمفاجأة إنه في موسم 2015-2016 سجل 14 هدف رغم إنه ظهير. كان الهداف التاريخي للدوري التونسي كظهير أيسر. مفاجأة كبيرة أوي. صيف 2016 الأهلي المصري أعلن التعاقد مع علي معلول لمدة 4 مواسم. كانت قيمة الصفقة $450. ومن أول ماتش بان إنه مش ظهير عادي. مع الأهلي أكثر من 90 مباراة وسجل حوالي 53 هدف مع أكثر من 85 أسيست. نادي الأهلي. معلول مع النادي الأهلي المصري من 2016 ل 2025. علي معلول الدوري المصري 6 مرات، مصر 4 مرات، السوبر المصري 6 مرات، دوري أبطال أفريقيا 4 مرات، كأس السوبر الأفريقي مرتين، وحصل على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات. يصل إجمالي البطولات علي معلول مع الأهلي إلى 22 لقب، إضافة إلى 3 ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية. علي معلول بيتميز دايما موجود وقت الجد، سواء قدام الترجي أو الوداد أو الزمالك بيكون ورقة رابحة. ضربات جزاء، تمريرات عرضية مضبوطة بنسبة عالية. بجانب البطولات هو يعتبر من أكثر المدافعين مساهمة هجومية في تاريخ الأهلي. هو يعتبر أكثر مدافع مساهمة هجومية في تاريخ الأهلي. عدد المباريات مع النادي الأهلي 292 مباراة. عدد الأهداف 53. الأسيست 85. عدد البطولات 22 لقب. دوليا مع منتخب تونس شارك علي معلول دوليا 90 مباراة. سجل 3 أهداف دولية مع منتخب تونس. مع منتخب تونس لم يحقق علي معلول بطولات مع المنتخب التونسي. شارك في عدة بطولات كبرى زي كأس الأمم الأفريقية 2015 وفي 2017، زي كأس العالم 2018 حدث تاريخي. رغم أن مستواه مع تونس بيتأثر أحيانا، لكن دايما عنصر مهم في التشكيل. معلول مش مجرد ظهير، ده صانع ألعاب بيلعب على الخط. بعد سنة أكد إنه واحد من أنجح الصفقات الأجنبية في تاريخ الكرة المصرية. حتى يونيو 2025 حقق علي معلول 24 بطولة في مسيرته الاحترافية، وزعها بين النادي الأهلي المصري والنادي الرياضي الصفاقسي التونسي، ما يجعله أحد أكثر اللاعبين التونسيين تتويجا بالألقاب. يعد علي معلول من أبرز اللاعبين التونسيين في العصر الحديث، وترك بصمة واضحة في كل من النادي الأهلي والمنتخب التونسي. ودي كانت الحلقة الأولى من مسيرة اللاعبين. عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. ما تنساش تكتب لنا اسم اللاعب اللي عاوز تعرف مسيرته.